معانا سعيد بدير ابو صدام. شفت انت علاء وردي تعبان قد ايه؟ جاله بتاع 2-3 مليون، بس عنده حاجات كتير على الانترنت عشان يبقى مشهور. انت لا بيتكلم حلو. بيتكلم حلو. بيتكلم حلو. انت طلعت بجمله واحده بس اللي هي ايه بقى؟ اسيادنا. حكايتك ايه؟ لا اسيادنا ايه؟ انت قلت الجمله على بعضيها. قول لي حكايتك. حكايه والله ما فيش. انا لقيت احمد شيبه بيغني اغنيه بتلاقيها بتاعت قولي معايا يا ست لما انت اللي مني. طبعا انا كنت قاعد في فرح واول مره اشوفه، كنت بشوفه على التلفزيون بس. فطلعت وحييته وقلت له اسيادنا راضين عليك. مين اسيادنا؟ اسيادنا دول الناس بقى حبايبي. ناس حبايبك مين يعني؟ الناس مش فاهمه. انا مستضيفاك النهارده، مستضيفينك منورنا عشان تقول لنا مين اسيادنا. الله يصلح حالك. اسيادنا دول والله ناس يعني حبايبي. مش هتقول عليهم يعني سر يعني؟ دي سر والله بينا معلش. طيب خلينا نروح للاستاذ سعيد بدير. لا الاستاذ سيد حجاج. استاذ سيد منورنا، وقلت لنا جمله كده كانت الناس كلها ضحكت عليها، بس هي جمله قاسيه جدا علينا. ايه حكايه ايام سودة وايه حكايه الايام السودة اللي هنشوفها؟ ناس تعبت وعاوزين البلد تمشي ونفسها تمشي، بس مش حد حاسس بينا، مش حد حاسس بينا خالص. يعني انا بشوف حاجات كتير قوي في البلد وفي حاجات حلوه والبلد فيها خير، بس مش حد بيحس بالناس الغلابه دي خالص. ايه حكايه ايام سودة؟ ايه اللي حصل؟ الموقف انا جيلي سكه، يعني اشتغلت سمكار وشغال معايا رخصه اولى، يعني تعبت في الدنيا. الناس بتركب معايا كتير، بحس بالناس. لما تيجي تعدي كده تبص تلاقي واحد رايح يجيب من البنك 1000 جنيه عشان يجيب علاج لعياله ويمضوه على وصلة امانه، تروح المستشفى مفيش معامله حلوه في كل حاجه. بتحس البني ادم المصري ملوش كرامه. فلما اتسالت قلت لهم ايام سودة. ايام سودة. الشعب يموت بعضه. ده كله عشان منصب وبتاع. الناس مش حاسه بينا. يعني المفروض نفوق ونعمل ونصنع. في اسود من الايام اللي احنا فيها دي. استاذ سيد شكرا على التفاؤل والحاجات الجميله اللي بتقولها. الناس تبقى حلوه والله. بس خليك متفائل كده. خلينا نطلع نشوف الفيديو بتاعك ونرجع نكمل كلام معاك. حضرتك اتمرنت؟ انا كنت في بتاع ممسكه وكانت ايام سودة. محمد مرسي دوت. يعني حضرتك اتمرنت ولا لا؟ دي الجمله اللي انت اشتهرت بيها. طب الشهره غيرت حياتكم. انت بتشتغل ايه الاول؟ قول لي. انا شغال في مصنع مواسير. مصنع مواسير. قبل الشهره وبعد الشهره احكي لي حصل ايه؟ كنت بروح الافراح بالليل وكده. لا يعني دلوقتي الدنيا بقى بعد ما الجمله بتاعتك والعباره الدنيا بتاعتك كلها حلوه وكله بيكلمنا حلو وبتعزم بره. الشغل قل؟ لا كل عادي، كل حاجه زي ما هي. زي ما فيش بخلص شغلي وبطلع. العزايم زادت؟ بخلص شغلي وبطلع. حبايبي ايه اللي فرق في حياتك بعد الموضوع ده؟ العزايم زادت وكله بقى يطلبني وبقيت اروح اقعد مع الناس عادي في الافراح وتطلع تقول الجمله الشهيره؟ لا بغير بقى كلام جديد. بتقول جمل ثانيه بقى؟ ايه الجديد اللي بتقوله بقى غير اسيادنا راضيين عليه؟ احنا السد العالي اعدام للجواسيس. ده ايه اغنيه دي ولا ايه؟ لا دي احنا مطلعين. ده الافيه بتاعك. دي الجديد ان شاء الله. احنا السد العالي. احنا السد العالي واعدام للجواسيس. نطلع نشوف الفيديو بتاعك. نشوف الفيديو بتاعك اللي انتشر على الانترنت. ايام سودة واسيادنا راضين عليك. برغم من كونهما كلمات لم تغادر قاموسنا يوما، الا انها اصبحت معهما ذات نكهة مختلفة يستخدمها الشباب في حديثهم اليومي. يقول لك ايام سودة. ايام سودة. طب طلع اسيادنا راضين عليك. لم يتوقع يوما ذلك المواطن البسيط انه سيتحول الى شخصية مشهورة في الاوساط الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عندما ابدى رأيه بعفوية عن اوضاع البلاد. طيب استاذ سيد، انا عايز ارجع لك. يعني انت يعني قاسو قالت انك انت متشائم وشايف انت ان حال البلد مش كويس. لا انا نفسي ومنى يعني البلد دي تبقى احسن بلد في العالم وانا معاك. عايز اسالك سؤال. اتفضل يا بيه. انت معانا في البرنامج النهارده على اسم مصر كلها تتفرج عليك. لو انت مكاني انا وقاسو وعايزنا نعمل حاجه عشان البلد تبقى حلوه، نتكلم عن ايه؟ ايه اللي انت شايف ان احنا لازم نغطيه ونتكلم عليه وننبه؟ انا عاوز الاعلام دوت ينزل على المستشفيات، يشوف الناس التعبانه، يشوف الناس البسيطه. الناس البسيطه دي حسوا بينا، نفسنا تحسوا بينا بس لو لحظه. ده اللي انا طالبه من ربنا. وشغلونا، يعني مش عاوزين منكم حاجه، بس اعملوا لنا مصانع، شغلونا، بدل ما الشاب بياخد شهاده ويقعد على القهوه. طول ما هو قاعد على القهوه البلد هيبقى فيها بلطجيه بزياده وكتير. اما اشغلك هتروح من شغلك وهتيجي من شغلك لبيتك، البلد هتبدا تشتغل. اما انا جايب بقعد الناس، ما ينفعش اللي بيحصل. تيجي تتعامل في المستشفى تلاقي ما فيش معامله. بيعاملوك معامله، يعني انت ما تزعلش من الكلمه اللي انا اقولها. شوفوا هم بيعاملوا الحيوان بره عامل ازاي، شوفوا احنا بيعاملونا احنا ازاي. انت حاسس ان الانسان ما بيتعاملش زي بره؟
ما بيتعاملش زي بره خالص، ولا واخد حقوقه في البلد ولا يعني انا عايز اطمنك بس مش هطمنك قوي، هطمنك على قدنا يعني على قد اللي احنا بنعمله. احنا من يومين كان عندنا سيدة فاضلة كرمناها باعتبارها احنا اخترناها مثالية في برنامجنا. هذه السيدة عندها 82 سنة بتقف تبيع عيش في ميدان في قلب القاهرة، وعندها ابنائها بتعلمهم وبتصرف عليهم، وزميل واخ فاضل اب لينا كبير جبناه برضو كرمناه كان اسمه الحاج محمد الشهير بشحتة، جم قعدوا مكاني انا والاستاذه قصوى وقدموا البرنامج وفتحوه للناس. ليه؟ احنا عايزين الناس تحس بينا كلنا وبنغطي المشاكل كلها. انت اتكلمتنا عن 3 مشاكل، اتكلمت عن مشاكل العلاج والمستشفيات، البطاله والشباب، واتكلمت عن مشاكل البطاله مش كده؟ ايوه، ومشاكل الامن اتكلمت على البلطجيه. احنا عاوزين الحكومه برضه بس تتعامل مع الناس باحترام عشان الشعب عاوزه. عايز الامن يتعامل مع الناس باحترام، الشرطه بالتحديد يعني في بلطجيه وفي كل حاجه، بس ما تاخدش الناس في قلب بعضيها. في المحترم وفي بس تتعامل مع الناس بالاحترام، الناس عاوزاكم. احنا عايزينك تتابعنا عشان احنا نغطي المشاكل دي كلها معاكم ان شاء الله، لان البرنامج ده جزء منكم وانتوا اللي هتفرضوا ايه اللي احنا بنتكلم عليه. فاحنا سمعنا منك، عايزه تكملي معاه ولا يعني عايزه اساله على حاجه بس بعد اذنك. اتفضلي يا فندم. طيب ماشي يا استاذ سيد، انت بتقول عايزين حكومه تعاملنا باحترام، انت عايز الحكومه من خلال الشرطه بس اللي تتعامل باحترام، ولا حق المواطن بقى في اي مصلحه حكوميه ان انت لما تدخل كجهاز حكومي او كدوله كامله تعاملك باحترام وبرقي، ان انت تدخل زيك زي اي حد تاني كل حاجه. اما اجي انا راح ارخص عربيته بتاعي، بص تلاقي المعامله مش لازم ان انا اطلع من جيبي. انت سواق. مش لازم ان انا اطلع من جيبي اديله حاجه عشان يمشي لي ورقه رشوه يعني. لو ما اديتوش ورقه يتحط تحت. دي المعامله الثانيه، الضابط اللي ماشي في الشارع مش لازم امك ولا بتاع ده. انت الواحد برضو يعني بيزعل ما بيجي يشتم بالام. طبعا المعامله تبقى يعني نغير من حياتنا، نحاول نغير من حياتنا، نصنع البلد ونظبط، يعني عاوزين بلدنا تبقى حلوه. بلاش الناس تتفرج علينا، احنا عاوزين البلد دي حلوه، يعني عاوزهم يقفوا معانا. حضرتك سواق درجه اولى. انا معاك سواق اولى وقدمت شركه الكهرباء وامتحنت وجبت درجه حلوه، وبلاش اقول لك يعني اللي ملوش ضهر في الزمن ده ربنا يعلم يعني. طب اخبار الشغل معاك ايه دلوقتي؟ انا شغال بالاتوبيس بتاعي وبطلع اجيب رزق وسايبها على الله. ومن ساعه ما اتشهرت كده انا عارف بس انا بطلع لشغل وعملي. اتشهرت والشهره غيرت ايه؟ ما زي ما انا لشغل لبيتي لعيالي، واللي بيقابلني برضو بيسالني بقول له يا رب تبقى بيضه وتحلو، الناس اللي معانا دي يا رب يبصوا علينا بس ان شاء الله. يا رب تبقى بيضه نفسي يبصوا علينا. هم بيبصوا كلهم عليك دلوقتي على التلفزيون، انت على التلفزيون المصري الملايين بيبصوا علينا دلوقتي. انا والله كل حاجه قلتها وصلت عشان انا بشوفه بعينيا، انا بشوف الحاجات دي كلها بعينيا. طبعا انا بطلع من المستشفى، انا المستشفيات عامله اضراب، عامله اضراب ليه؟ احنا عايزين البلد تمشي، انتوا مش عارفين الحياه فين. ده يقول كلام وده يقول كلام، عامل زي اللي بيوقعوا النظام. احنا مش عايزين نوقع، احنا عاوزين البلد تبقى حلوه. حاسس ان التضارب ده بيوقع النظام. عاوزها تمشي، عايزها تمشي. تيجي تكلمني يا دكتور انت ليه؟ ما تعرفش الحياه فين؟ مخبيين ايه؟ ده راجل واضح انه واخد خط سياسي جامد يا استاذ ابو صدام. انت بتزعل لما بيقولوا لك انت مجنون احمد شيبه؟ لا ما بزعلش طبعا. ما بتتضايقش من ده؟ لا ما اتضايقش. طب انت فعلا مجنون باحمد شيبه؟ هو احمد شيبه اللي اتعرفت عليه في البلد عندنا. شخصيه عاليه، وما جيت حتى ايدي جت في وشه لقيته حتى خدها بايه بروح. ايدك جت في وشه لما ضربته يعني لما وشه جه في ايدك؟ لا انا بعمل كده بظروفها فراحت خبطه في وشه. فانا خدته يعني قلت هيزعل مني او يسيب المايك وينزل. لقيتها ضحك وكل الفرح ضحك وكده. وانت ما كانش قصدك؟ لا ما كانش قصدي والله. اخبار الشغل معاك ايه؟ اخبار الشغل الحمد لله 100%. بتشتغل في ايه؟ انا شغال عامل في مصنع. في حاجه تانية غير ده، شغل اضافي جنب ده بتشتغله؟ ده قصدي. لا مفيش. ده شغل. وحاسس ان مصدر دخلك ده او الفلوس اللي بتجيلك من الشغلانه دي الحمد لله مكفياك وتمام، ولا حاسس ان احنا محتاج تعمل حاجه تانية في حياتك؟ لا الحمد لله، بس عايز شويه تغيير بس مش اكتر. تغيير في ايه؟ عايز تغيير بس من البني ادمين مش اكتر. الناس اللي معاك في الشغل ولا الناس اللي في المجتمع بتاعك كله؟ الناس تخلص لبعضها. الناس لو خلصت لبعضها كده هتبص هتلاقي الحياه حلوه. يعني ايه الناس خلصت لبعضها؟ يعني بقى الواحد يقعد مع الواحد كده نفسيته حلوه يعني، يبقى يضيف من جوه ويتكلم مع النفر ويبص النفر بصه حلوه وكده. شايف ايه كل واحد عايز يتغير؟ كل واحد عايز النفر عشان مصلحته. ايه اللي مش عاجبك في الحكومه وفي مصر وفي الدوله عايزه عايز تصحى الصبح تلاقي ايه في مصر اتغير؟ انا شايف اللي احنا عندنا المستشفى هناك. رحت اغير على صبعتك النهار ما لقيتهم قفلوا المستشفى. قفلوا المستشفى؟ قال لك احنا واخدين اجازه. طب ليه؟ قال لك عشان المرتبات. اضراب يعني. اضربوا عشان المرتبات. فانت عايز ده يتغير؟ يا ريت يتغير، ويا ريت يبصوا للناس والنظافه والكده. بس مش اكتر. تمام. استاذ سيد انت عملت فيلم قصير مع استاذ مجدي الجلاد، مجدي الجلاد. مين اللي كان بيمثل؟ انا اللي كنت بمثل، بس كان معايا مخرج اسمه عبد الرحمن.
واستاذ مجدي الجلاد كان بيعمل ايه؟ لا ما شفتوش بصراحه ولا قعدت معاه. امال بتقول انا عملته مع مجدي الجلاد ازاي؟ هي الجريده بتاعت مجدي الجلاد. الجريده عملت لك فيلم، ده المصري اليوم يعني. ده الوطن. الوطن. طب الفيديو ده كان ايه؟ يعني على حياتي، اللي انا بقوم الصبح معاملتي ازاي في حالي، معامله الناس، يوم في حياه سيد حجاج. حياتي طبيعيه، مع كل حاجه بتحصل معانا. كل يوم بصحى كده شغلي بيتي، بخلص بتوكل على الله واقف في السعر يعني بعد الشهره حبوا يقدموك للناس عشان الناس تعرف تفاصيل حياتك. وكتير على كده، كذا مجله وكذا جريده. ليكوا نشاط سياسي؟ يعني هل انت مهتم بالسياسه بشكل خاص؟ لا انا مش كلام ابو صدام كله بعيد عن السياسه شويه، بيتكلم عن المطربين والفنانين والاسياد وكده. انا مش موضوع السياسه، انا ما بدخلش موضوع السياسه. انا والله مش تهمه، انا بسالك. انا بتكلم على نقطه عن الناس البسيطه. نفسي يحسوا بينا. ماليش علاقه بكلامك، انا بسالك هل انت ليك نشاط سياسي داخل في الاحزاب، تحب تخش في الاحزاب؟ طب ليه؟ يعني انت عندك رؤيه لبلدك، نفسي البلد تبقى حلوه ونفسك بلدك تبقى حلوه، ليه ما بتخشش في نشاط سياسي ما دام انت عندك الاحساس ده؟ مش عيب ان الواحد يكون عنده نشاط سياسي لازم يبقى معاك شهادات ولا شهادات ولا حاجه. ده احنا كان لسه عندنا واحد عايز يرشح نفسه للانتخابات الرئاسيه وبيعترض على فكره ان لازم يكون في شهاده. كل مواطن من حقه طالما ان عنده فكر وعنده راي ان هو يقول رايه وانه يشارك في صنع بلده. ما دام عندك رؤيه ليه ما تخشش في حزب سياسي وتمارس حقك؟ لا انا ما ينفعش امسك رئيس جمهوريه. مش لازم، مش للدرجه دي يعني. ما انت يعني يا تمسك رئيس جمهوريه نفسي في رئيس جمهوريه. طب هتنتخب مين؟ انا بصراحه من الاسامي اللي الناس بتتكلم عنها لحد دلوقتي. لا هو ما فيش ربنا يخليه لنا يا رب السيسي. ربنا يخليه ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى خير. طب هتنتخبه ليه؟ الراجل ده ما تزعلوش مني، الراجل ده بيطلع بيتكلم من غير ورقه وقلم. الكلمه طالعه من بقه. يا عم هو الورقه اهي عشان بس يعني في بتحس بالبني ادم بيتكلم من بقه احسن من بيبقى دارسها يجي له 3 4 ايام بيدرسها في ورقه. كلمه عجباه، كلام من قلبه يعني، من قلبه بيطلع من قلبه. ده تحس بيخش للشعب المصري على طول. واحنا بنعزه ومش هنسيبه، والشعب المصري كله وراه، وان شاء الله هيخليها حلو. هو ده اللي هيخليها حلو. ايام ربنا خلقونا وطلعونا، هو ده اللي هيثبت البلد. زي ما طلع السادات وجمال عبد الناصر، هو اللي هيثبت لنا البلد. وان شاء الله هتطلع من ايده وهتبقى كويسه. طب انت شايف ان هو هيظبط البلد لوحده ولا لازم ان احنا كمان نحاول نظبط نفسنا شويه عشان نبقى كلنا في منظومه مظبوطه؟ الناس اللي ماسكه البلد ربنا يستر عليهم. ربنا يستر، وبرضه ربنا معانا، ربنا هيحمي البلد دي، ربنا مش هيسيبها. انت ما بتضحكش ليه؟ نفسي اشوفها حلوه. طب ممكن تقول هنشوف ايام بيضاء؟ هنشوفها حلو. اما اول قول احنا هنشوف ايام بيضاء. انا عايز اسمع منك. هتبقى ايام حلوه، هتبقى ايام بيضاء، وهتبقى ايام خير كلنا علينا كلها على الشعب المصري. يا رب. وهنطلع بره وفي كل حته هيبقى لنا كرامه وفي كل بلد، وهنبقى حاجه جامده. ايام بيضاء وايام حلوه بنختم بيها برنامجنا مع سيد حجاج ومع ابو صدام.